واخيرا النجم الفرنسي انطوني موديست هو مهاجم النادي الاهلي الجديد. مش مجرد صفقة، ده حلم بعد معاناة عاناها جمهور الاهلي السنين اللي فاتت، وقطعة ناقصة في تشكيلة النادي الاهلي السنين اللي فاتت. سيبك من كل الفيديوهات اللي اتعملت على اللاعب، النهاردة تحليل شامل للاعب ده وحلقة نارية بمناسبة مهاجم النادي الاهلي الجديد، فتابعوا الفيديو للاخر. عاوزين نبدأ الفيديو ده بالصلاة والسلام على رسول الله. النادي الأهلي مش بيجيب مهاجم والسلام، لا ده حاليا انت موجود في فريقك مهاجم سوبر فعلا. انت عاوز ايه من اللاعب؟ رأسيات؟ اللاعب عالمي. عاوز فينش؟ اللاعب جامد. محطة للفريق؟ لا النهاردة هوريك كل حاجة بالفيديو، مش كلام وخلاص. عاوزك تنسى اي فيديو اتعمل وتركز كأنك اول مرة تشوف اللاعب ده، وما تنساش بقى كده على السريع تعمل لايك بسرعة. انا عارف انك انت سمعت احصائيات كتيرة عن اللاعب وسمعت كلام كتير عنه، بس الحلقة دي جايب لك اسرار عنه. انطوني موديست لاعب فرنسي، كان بيلعب في الدوري الالماني في فريق بروسيا دورتموند. لاعب عنده 35 سنه وقدامه يديك موسمين، وانا بقول لك في الموسمين دول هيبقى هداف فريقك وعلى مسؤوليتي. قيمته التسويقيه 700 الف يورو، وكده كده اللاعب ده كان فري والاهلي تفاوض معاه فقط على الراتب بتاعه. تعال بقى نخش على التقيل، هوريك كل مميزات اللاعب ده بالفيديو. وهنبدا باول حاجه وهي الرأسيات، لان دي الحاجه اللي كنا محتاجينها في النادي الاهلي بقالنا سنين. المهاجم ده سفاح براسه. طيب هو سفاح براسه بس تعالى اوريك الفينش بتاعه قدام الجول. 35 سنة بس صدقني مش هتلاقي الكواليتي ده تاني. لاعب محطة لفريقك، يعني فيه كل المميزات اللي كولر طالبها. هنا بينزل يستلم ويسلم ومش بيفقد الكورة، وبيلاعب الأجنحة ونص الملعب والدنيا زي الفل. كمان اللاعب ده قوي جسمانيا وقادر على الالتحامات، ورجله الاتنين كويسين على الجول. بس اللاعب ده رجله المفضلة وهي اليمنى، وهتلاقي 80% او 85% من اهدافه كلها برجله اليمين. طيب اللاعب ده جوه الصندوق كويس قوي، وده المهاجم اللي احنا عاوزينه. لاعب يفضل موجود جوه الصندوق يستنى علشان اي لحظة يسجل. وبص كده على الكام جول ده. طيب احنا كده خلصنا اول جزء، نروح بقى لتاني جزء. من اهم الحاجات اللي تركز عليها هي ارقامه اخر 3 سنين، وكان بيلعب في انهي نادي، وكمان كان بيلعب في انهي دوري. الكلام ده كله في اخر 3 سنين علشان تعرف اللاعب ده مستواه كويس ولا لا. اللاعب في اخر 3 سنين كان موجود في الدوري الالماني، ودي حاجه تدل ان اللاعب لسه عنده كتير ما شطبش ولا حاجه. والدليل كمان ان نادي الهلال السعودي كان لسه من سنه بالظبط بيتفاوض معاه. طيب اللاعب ده في موسم 2021 كان مع فريق كولان الالماني،
وبسبب الاصابات اللي جات له في الموسم ده ما شاركش الا في حوالي 600 دقيقة بس، اللي هو حوالي 7 مباريات، وسجل فيهم وقتها هدف وحيد. وفي موسم 2022 اللاعب بيستعيد مستواه تاني، وكل ده في الدوري الالماني، يعني مش قالوا ده شكله مشطب ولا حاجة فيلا نمشيه. اللاعب ده شارك في 35 مباراة مع نادي كولن، سجل فيهم 23 هدف وصنع 4 اهداف، يعني ساهم ب 27 هدف، وكان من نجوم الدوري الالماني مش مع فريق كولن بس، وده لانه شارك ب 27 هدف في الدوري الالماني، يعني كان من اكتر اللعيبه المشاركه بالاهداف، وكان مؤثر بشكل كبير قوي في دوري صعب زي الدوري الالماني. علشان بقى فريق بروسيا دورتموند بيقدم ليه عرض وبياخده في موسم 2023، مش بيتاقلم معاهم ولعب معاهم 29 مباراه، سجل هدفين وصنع هدف علشان النادي يستغنى عنه، واللاعب بيجيله اكتر من عرض، بس العروض اللي كانت في الصوره كان عرض من النادي الاهلي، وعرض من فريق سامبادوريا الايطالي، وعرض من فريق فرانكفورت الالماني. طيب ليه اللاعب ده اختار النادي الاهلي؟ اول حاجه ان فريق فرانكفورت خرج من السباق وهيشوف مهاجم تاني. تاني حاجه ان الاهلي هيشارك في كاس العالم للانديه، فاللاعب عاوز يشارك في بطوله مهمه زي دي. تالت حاجه بقى ان فريق سامبادوريا مش من الفرق الكبيره هناك في ايطاليا، فاللاعب عاوز يختم في نادي بطولات، علشان كده فضل عرض النادي الاهلي. اللاعب ده لعب طول حياته 478 مباراه، سجل 178 هدف وصنع 38 هدف، يعني ساهم ب 216 هدف، وده رقم خرافي طبعا. انت بتتكلم عن لاعب اكتر مواسمه كانت في الدوري الالماني، ومن افضل اللعيبه اللي جت في تاريخ كولن. لعب معاهم 157 مباراه، سجل 79 هدف وصنع 10، وكمان برضو مع فريق هوفنهايم الالماني عمل معاهم مواسم كويسه قوي. لعب معاهم 62 مباراه، سجل 23 هدف وصنع 7، ولعب مع انديه كتير وعمل ارقام كبيره، بس من اهم الانديه اللي لعب فيها هو نادي بروسيا دورتموند، ولعب معاهم 28 مباراه، سجل هدفين وصنع هدف وحيد، وده كان من اقل الانديه اللي عمل معاهم ارقام. ودي كانت حلقه كده عن اللاعب، تقدر تقول كده جمعت لك فيها كل حاجه عنه. يا ريت بقى تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الاشعارات وتصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام وتوحد الله. نشوفكم على خير، سلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.